العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة هحكي لكم قصة مثل. المثل بيقول إيه؟ اللي كلمته من راسه بياكل من إيد فاسه. يعني إيه؟ يعني إيه؟ محدش ليه ولا عليه، محدش ليه فضل عليه، مش تابع لحد، مش عينه مكسورة، بيشتغل ويتعب ويأكل نفسه. فاسو ده يعني مش عشان ان هو فلاح، ده رمز ان انت بتجتهد وبتتعب وبتشقى، سوى فلاح سوى موظف سوى عامل، اي حد بيشتغل ومحدش ليه فضل عليه بيأكله ولا يشربه، ما يعني ايه صوته من دماغه. ما يقولش لا ده هيمنع عني الاكل والشرب ابقى تابع ليه، ابقى زي دله. لا. ايه حكاية المثل يا حبايبي؟ حكاية محمد ابوه علمه واتجوز وخلف صبيان وبنات، وقال لازم اعلمهم زي ما انا اتعلمت، وهعلم الصبيان والبنات. كانوا زمان بيعلموا الصبيان بس، وفعلا علم ايه ولاده كلهم. وبنته الكبيرة سعاد اتعلمت وخلصت تعليمها، لكن كان زمان بنات العيلة ما تخرجش برا العيلة، يعني تتجوز في العيلة، يعني من نفس رجالة العيلة، ما تتجوزش برا. فمحمد شاف ان مفيش حد يناسب بنت سعاد، فكان ليه واحد صاحبه مش من العيلة طلب ايد سعاد لابنه، ومحمد وافق. مين زعل؟ ولاد عم محمد، وبعتوا لاخته زينب وقال لها بلغي اخوكي لو هو مصمم يجوز بنته حد خارج رجالة العيلة احنا هنقطعه ومش هنحضر له فرح. وفعلا زينب راحت لمحمد وقالت له ولاد عمك زعلانين ومش هيحضرولك فرح لبنتك وهيقطعوك. بص لاخته وقال لها هو حد بيأكلني ولا يشربني عشان امشيله كلامه؟ ولو هو ما مشيتلهوش كلامه هيقطع عني الاكل. انا صوتي من دماغي، واللي كلمته من راسه بياكل من ايد فاس.